أعزائي مشاهدي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد وفكرة جديدة. النهاردة معانا فكرة أعتقد إنها بمليون جنيه، ما تنفذتش قبل كده، وإن شاء الله بعد كده الناس كلها هتنفذها. ودي إن شاء الله فكرة جميلة جدا لطريقة جديدة لقص الفستونة المضفرة. الموديل المضفر يا جماعة له قاعدة، والقاعدة ديت لابد إن احنا كلنا إن شاء الله هنعرفها مع بعض. الاول طبعا دي قياس الفستونه، احنا مش موضوعنا قياس الفستونه، مش موضوعنا خالص قياس الفستونه، ولكن احنا هنقول طريقه التضفير، ازاي اقدر اضفر فستونتين في بعض. تمام. احنا هنتكلم على قياسات الفستونه دلوقتي. نبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنب بتاع الكسرات، احنا هنفترض دلوقتي احنا معانا فستونتين اتنين، على فكره دول فستونتين اتنين مش فستونه واحده، فستونتين اتنين فوق بعض، وقصينا اخدنا المقاسات بتاعتنا ايا كانت المقاسات. انا مش هتكلم النهارده على قياس فستون، ايا كانت المقاسات بنعمل ايه؟ نيجي على الجنب بتاع الكسرات ونكسره، وليكن معايا مثلا طلع كام؟ طلعت الكسره بتساوي معايا 13 سم. تمام. باخد عندي فتحه الحوض من فوق 10 سم واعمل علامه. تمام. واشوف المسافه، انا مزود تحت كام؟ 30 سم. بقى انا عملت فوق 10 سم علامه بعد 10 سم، وتحت مزود كام؟ فتحه في الحوض من تحت مزود 30. تمام. بزود ال10، بحط ال10 على ال30 واعمل تحت كام؟ 40 سم. يعني بمختصر المختصر المفيد ان انا بعمل علامه عند فتحه الحوض بعد 10 سم، واقيس المسافه من العلامه لان الجنب المقفول اشوفها قد ايه. طلعت 20 سم، اعمل زيهم 20 سم تحت، بحيث ان انا اعمل خط مستقيم، خط يكون مستقيم موازي للخط، موازي للجنب بتاع الكسرات اللي انا بشاور عليه دلوقتي. تمام. طيب الخط المستقيم ده هل هو نفس قياس الجنب بتاع الكسرات؟ لا طبعا، عشان الحوض من عند من عند الدوران انا مزودين من الناحيه المقفوله حوالي، انا مزود 15 سم. تمام. في ناس بتزود 20 18، انا بزود 15 سم. فالخط اللي انا بشاور عليه ده طويل شويه، هيطول معايا كام؟ هو طول معايا النهارده كام؟ 10 سم او 9 سم. تمام. الكسره اللي معايا اللي هي الاساسيه كانت 13 سم، كام كسره؟ 8. بكام فراغ؟ ب9 فراغات. تمام. 9 فراغات، ومعايا زياده في الخط المستقيم اللي انا عملته جديد، الخط الوهمي اللي انا عملته جديد ده، عملته زاد معايا كام؟ بقى طويل عن الجنب بتاع الكسرات 9 سم. اذا لو الجنب بتاع الكسرات الكسره فيه بتساوي 13، هقسم ال10 سم على الخط المستقيم اللي انا عملته. وده طبعا اذا كنت بشرح بسرعه لسه برضو في رسم بياني، وفي يعني ايه، هنعيد ونزيد، يعني ما وراناش حاجه النهارده غير ان انا اوصل لكم الفكره دي باي طريقه كانت. تمام. انا عملت خط مستقيم، بس الخط ده طلع طويل شويه عن الجنب بتاع الكسرات اللي هو القائم بتاع الكسرات. تمام. فطويل قد ايه؟ 9 سم. 9 سم. طب الجنب بتاع الكسرات كل كان فيه كام كسره؟ فيه 8. 8 دول عاملين معايا كام فراغ؟ عاملين معايا 9 فراغات. طب 9 فراغات ومعايا هناك 9 سم زياده، يبقى كل فراغ هياخد سم. يبقى القائم اللي انا اصلا هعمل ايه؟ هعمل علامات دلوقتي بنفس الكسرات. يبقى القائم الزياده اللي انا عملته ده، القائم اللي انا عملته ده بيزيد كام؟ 9 سم، بوزعهم على عدد الكسرات. بمعنى هنشوف مع بعض دلوقتي مرة واثنين وثلاثة والصورة هتوضح أكتر، ما تستعجلوش. تمام. أنا عملت قائم موازي، خط موازي للجنب بتاع الكسرات، ولكن خط مستقيم الاستقامة بتاعته ماشية مع الجنب المقفول. بمعنى إن أنا بعدت من فوق من فتحة الحوض 10 سم، ولما قست من عند العلامة اللي أنا حطيتها بعد 10 سم للجنب المقفول لقيتهم مثلا 20 سم، لازم انزل تحت والاقيهم 20 سم من الجنب المقفول للخط، اعمل 20 سم واعمل علامه واشد خط كده، بقى خط مستقيم، مستقيم موازي للجنب بتاع الكسرات، من تحت 20 ومن فوق زي ما بشاور كده، من تحت مثلا 20 يبقى من فوق 20، من تحت من فوق 25 يبقى من تحت كام؟ 25 من الناحيه المقفوله. اما الناحيه المفتوحه هيبقى عامل يعني زي مثلث كده. تمام. الجنب بقى القائم بتاع الكسرات، الكسرة بتساوي كام؟
9 سم 13 سم مثلا 13 سم. طب الخط المستقيم اللي انا انشأته جديد ده طول كام؟ 9 سم. بقسم ال 9 سم على عدد الكسرات او على عدد الفراغات. يعني انا سايب تحت 6 سم بسيب 7. تمام. الكسره 13 بعملها 14. وانا طالع فوق لحد فوق سايب فوق 2 سم بسيب 3 سم. سايب فوق 4 سم في الكسره العاديه بسيب في الخط الجديد بزود سنتي يعني في كل كسره. تمام. ووصل من نص الكسره بالظبط لنص الكسره الجديد، لنص الكسره الجديد، وابدا امسك طرفين 2 قماش لان دلوقتي الفستونتين باصين لبعض، وابدا اقص الخط اللي انا عملته عشان اقص عليه. طبعا هنوضح ده برضو مره واثنين وثلاثه. الفكره بسيطه ولكن محتاجه تركيز. ده رسم بياني. والله التصوير كان حلو عن كده خالص، مش عارف التصوير ايه اللي جراله، ولا احتمال الدبلجة عاملة فيه مشكلة. طب هنشوفه في الاخر ان شاء الله، لو كان فيه مشكلة هنقصه ونعمل فيديو تاني. تمام تمام. ده الرسم بياني للفستون. طبعا انا ماليش دعوه بكاس الفستونه دلوقتي، احنا قسنا اي فستون، عملنا اي فستون عايزين نضفرها. يعني احنا دلوقتي مشكلتنا ان احنا نضفر الفستون، وشرحنا على ان احنا عايزين نضفر الفستون. الفستونه انا القائم بتاع الكسرات قسمته 13 13 13. تمام. هو مثلا بيساوي متر. لو القائم اللي انا انشأته جديد اللي هو بعد 10 سم من فتحة الحوض تجاه الجنب المقفول، وانا رايح ناحية الجنب المقفول بسيب 10 سم من عند القائم بتاع الكسرات. ماشي. بسيب من فوق من فتحة الحوض 10 سم واعمل نقطة. تمام. واقيس الباقي وانزل اقيس زيه تحت. يعني الاي حرف الاي والبي بيساوي حرف الدي والسي. دي منطقة مساوية بعضها، حتى تلاحظوا تلاقيها مساوية بعضها. المهم ان انا اسيب من فوق 10 سم. تمام. واعمل خط مستقيم بحيث ان الاي والبي يساوي الدي والسي. بصوا بس للحروف. تمام تمام. طب الخط ده فيه زيادة، لما اقيسه بالمتر هلاقيه فيه زيادة. فيه زيادة كام؟ هو طلع معاه زيادة 9 سم. طيب 9 سم عن ايه؟ عن القائم بتاع الكسرات. طب انا معايا كام كسرة؟ 8 بكام فراغ؟ ب9 فراغات. اذا كل كسرة هينوبها 1 سم. تمام. طيب الجنب بتاع الكسرات انا سايب اول كسرة من تحت من عند فتحة الحوض، من تحت من عند الدوران سايب اول حاجة 6 سم. باجي من عند السي واسيب 7 سم. ما دمت انا هزود سنتي واحد بس. الكسرة بتاعتي 13. باجي من عند السي القائم اللي هو الاي سي ده قائم مستقيم. الاي من فوق والسي تحته. الاي سي ده بيزيد، كل كسرة بتزيد كام؟ سنتي واحد بس. اذا الكسرة الاساسية معايا كام؟ 13. طيب اللي بقى الكسرة اللي انا انشأتها جديد هتساوي معايا 14. ما دام الزيادة بتساوي 1 سم في كل كسرة. بعد كده بعمل خطوط زي اللي حضراتكم شايفينها بالقلم كده عشوائي، بالقلم عشوائي مش بمسطرة، بالقلم عشوائي مش بمسطرة. تمام. الخطوط ديت هي اللي هقصها. وما دمت انا قصيت الخطوط ديت بالمقاسات ديت يبقى اذا كده الفستونة اتضفرت لوحدها. ناقص حاجة واحدة بس ان انا اخدها على المكنة. طبعا بقص طرفين 2 بس. الفستونتين يا جماعة محطوطين وشهم لوش بعض ومقصوصين على بعض. بعد ما بعمل العملية الحسابية اللي انا بقول لكم عليها دي واعمل الخطوط الوهمية اللي حضراتكم شايفينها دي، بدخل بجيب المقص وامسك طرفين 2 بس من القماش، مش الاربع اطراف. هما فستونتين ومطبوقين على بعض، القماش مطبوق على بعض يبقى 4 اطراف. بمسك طرفين 2 بس بيبقوا باصين لبعض عشان يبقى واحده شمال وواحده يمين. تمام. وبمسك الخطوط اللي انا عملتها عشوائي بايدي، مش ما اعملهاش بمسطره لان الفستونه بيبقى فيها ايه لفه كده. تمام. ما اعملهاش بمسطره، اعملها بايدي كده عشوائي. امسك الخطوط ديت واقصها بالمقص لحد القائم اللي انا عملته جديد.
اللي هو بيبعد عن فتحة الحوض 10 سنتي. واهم حاجة، اهم حاجة في الموضوع ان الاي بي بيساوي الدي سي. المسافة ما بين الاي والبي لازم تساوي الدي والسي. يعني انا اسيب 10 سنتي من فتحة الحوض من فوق، واقيس المسافة اللي فاضلة تجاه الجنب المقفول، واعمل زيها مسافة تحت، واشد خط مستقيم، وبعدين اقيسه اشوفه زيادة عن الخط بتاع الكسرات قد ايه، وبعدين اقسم الزيادة على عدد الكسرات اللي انا هعملها، وبعدين اعمل خطوط زي اللي حضراتكم شفتوها. اعمل خطوط زي اللي حضراتكم شفتوها. الموضوع لو يحتاج شرح تاني انا اشرحه. هو اللي انا بقوله ده لو عملي، يعني اللي انا بشرحه ده لو عملي مش هياخد يعني دقيقتين اتنين بالظبط، دقيقتين اتنين بالظبط. لان انا هعمل ايه؟ هعمل 10 سنتي، هبعد عن فتحة الحوض 10 سنتي واعمل علامة من فوق، من فوق زي ما هو واضح بالسهم كده. هبعد عن فتحة الحوض 10 سنتي واعمل علامة، واقيس المسافة الباقية اشوفها قد ايه، بقت 20 15 30، وانزل تحت اعمل علامة زيها. وكده بعد ما قصينا بنجيب الناحيتين اللي اتقصهم اللي هم شرحهم بقوا شرايح. بجمع ناحية واحدة بس من الشرايح دي على المكنة زي ما حضراتكم شايفين. كل الفكرة ان انا بعد قياس الفستونة، بعد ما بقص الفستونة، الفستونتين فوق بعض وشهم لوش بعض، تمام، ببعد عن فتحة الحوض من فوق 10 سنتي واعمل علامة، وانزل تحت اعمل علامة بحيث ان الخط يبقى مستقيم. يبقى الفرق من الجنب المقفول لحد العلامة اللي انا عملتها من تحت زي الفرق ما بين ال10 سنتي اللي فوق والجنب المقفول. ده بيبقى خط مستقيم. من الناحية المقفولة بيبقى خط موازي للناحية المقفولة، بيبقى خط موازي للناحية المقفولة. كده انا جمعت ناحية واحدة من الناحيتين اللي انا شرحتهم. انا شرحت ناحيتين اتنين من فستونتين مختلفين، يعني وشهم كان وش لبعض. معنى كده ان انا هيبقى دي 15 سنتي، التجميعة دي 15 سنتي. بجيب دلوقتي الناحية التانية بقى، مش الناحية التانية في الفستونة ديت، لا، الناحية اللي انا شرحتها اللي هي الشرايح اللي احنا طلعناها. بجيبها بعد بقوم جاي مضفرها بقى، معديها. ادي اول كسرة من ناحية فتحة الحوض، بعديها من الكسرة اللي انا جمعتها، وتاني كسرة بعديها من تاني كسرة، ودي تاني كسرة بعديها من تاني كسرة. طبعا في واحدة سايبة اللي هي التركواز ديت سايبة لسه ما اتجمعتش، والفستونة الحمراء اتجمعت، فانا بعدي كسرة سايبة بعديها من ما بين الكسرات اللي انا جمعتها، كسرة في كسرة، كسرة في كسرة. الفكرة كلها طبعا في الشرح اللي فات. ودلوقتي حضراتكم هتشوفوا النتيجة بعد ما نجمع الناحية اللي سايبة حالا دلوقتي. انا بتمنى بس من الناس اللي هم حاطيني في دماغهم، بالله عليكم شيلينه من دماغكم. انا ما يعني انا ما ارضاش اساسا ان انا يعني ايه اخد فكرة حد ولا اتكلم على حد. وانتوا خضتوا في عرض كتير، وناس ناس يعني انا مش عايز اتكلم كتير والله في الموضوع ده، عشان انا يعني ايه بشمئز من وجع الراس، وراسي اساسا بتوجعني لوحدها. فبالله عليكم خلوني في حالي، عشان يعني ايه العملية تمشي حلوة كده. يعني مش عايزين نخوض في بعض، ومش عايزين نتكلم على بعض، ومش كل واحد بقى عايز هو اللي يبقى ظاهر على الساحة وما فيش حد غيره. يعني انت لقيت سلامة بينزل فيديوهات وبينزل شروحات، زعلان ليه انت ولا غيرك ولا غيرك؟ ما اللي عايز ينزل يا جماعة ينزل، واللي مش عايز ينزل ما ينزلش، وتريحوا راسكم. وبعدين معلش يعني الدنيا ما هيش انتوا بس، في ناس كتيرة في راسها افكار كتيرة. وان شاء الله
ده هيوضح وده هيظهر وهيبان. والحمد لله احنا لحد دلوقتي يعني حتى طريقة الشرح الحمد لله جديدة وانتوا نفسكم، يعني انتوا نفسكم ومنكم ناس كلموني وما تشرحش بالبساطة ديت، انت كده بتوصل المعلومات بكل سهولة، وكده الناس كلها هتبقى صناعية، وكده هنشحت، وكده هنعمل. الكلام ده وصل لي واتقال لي، وانا كان ردي سيبوا الناس تاكل عيش، ايه المشكلة يعني؟ مفيش حد هيحوش رزق حد. دي نقطة. النقطة التانية، انت ما انتش عايز تنزل معلومة كاملة، ده براحتك، بس ما تتهمش الناس. ما حدش يتهم حد يا جماعة ان هو بيسرق مجهود حد، بالله عليكم. يعني انت لما تكون لسه قايل الكلام ده من شهرين، وانا منفذ الكلام ده من سنة وشهرين، يعني بالله عليك المنطق يقول كده، يقول ان انا سرقت؟ ثم انها نفسي اعرف ما فيش حد في مصر جمع فستونة النسر بالطريقة اللي انا جمعتها، الطريقة الصحيحة. والطريقة دي كمان يا جماعة عشان تبقوا عارفين وابقى صادق معاكم ومع نفسي، الطريقة ديت موجودة موجودة شرح روسي، يعني اساس الفستونة ديت فستونة شغل روسي، ومشروحة باللغة الروسية، ومتقفلة متقفلة من الشمال ومن اليمين ومن الوسط. المهم ان انا شرحتها بالطريقة الصحيحة، انت زعلانين ليه بس؟ ده الفينش بتاع الفستونة المتداخلة اللي هي المضفرة. واتمنى الناس كلها ربنا يوفق الجميع، ربنا يوفق الجميع، وربنا يبعد عنا الكلام، وربنا يهدينا ويهديكم. واتمنى للجميع التوفيق. ولو في حاجة مش واضحة يا جماعة، انا ممكن اعمل شرح تاني عشان اوضح المعلومة، واللي يزعل يزعل. بس ما فيش حد بقى يبقى يعمل الشغل ده بعد كده ويرجع تاني لم يقول ده سلامة زرق. رغم ان دي فكرتي والله 1,000,000%، والله لم اقرأ عنها ولم تصادفني قط. هي فكرة طرقت في راسي، عملت لها حسابات لقيتها مظبوط. وعلى فكرة في حاجات كتير اتسرقت مني يعني وما اتكلمتش عليها يعني. ده مش معنى ان انا اخدت حاجة مش بتاعتي. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان الجميع ربنا يوفقه يا رب.